حبايب قلبي في كل مكان، وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. نبدأ فيديو جديد ويوم جديد، ونبدأ بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما. انا حبيت كده في اول الفيديو ابدأ معاكم بحنين العسل دي. انا كنت ملبساها طرحة وعجبتني عليها، فقلت اصورها واشوف رأيكم ايه. تمام، ونسمي الله كده. انا بعمل بعجن حواوشي وقراقيش. تمام، فانا عجنت العجينه واحده. هتقولي ازاي؟ انا عجنت القراقيش وخدت منها جزء كده، وكنت عامله عصاج لحمه وحشيتها. ازاي؟ هنشوف مع بعض دلوقتي حبايب قلبي. زي ما شفتوا كده الدقيق انا نزلت عليه بالسمنه ولفيته كده بسيته، وبعد كده نزلت بخميره حط عليها سكر وميه، وكنت اصلا حاطه ملح على الدقيق وبعد كده نزلت باللبن وبعجنها قدامك اهو. تمام، بنزل باللبن المية شويه شويه علشان العجينه ما تبقاش طريه مني. بس ما شاء الله اللهم بارك، كانت جميله جدا بجد. انتوا هتشوفوا معايا بالفيديو وقولوا رايكم ايه. بس انا سايبه لكم القرايش دي في فيديو لوحده، تمام، علشان ايه؟ يبقى كل حاجه مفسره لوحدها. وعامله لكم ده اللي بتاع الحواوشي كده. انا قلت غدا سهل وخفيف وسريع بصراحه، هو مخدش وقت لان العجينه كانت جاهزه ويدوبك عملت عصاج اللحمه. تمام، ومامتي كمان كانت عاملاه، انا كنت عند مامتي اصلا. كده حبايب قلبي العجينه بتاعتنا لمت وجميله ونظيفه. ده سر نجاح العجينه بقى، لما تلاقي الطبق او الحاجه اللي انت بتعجني فيها ما مش شابط فيها عجين ولا كده، وايدك نضفت، يبقى خلاص ايدك يعني ما فيهاش عجين ولا حاجه، يبقى كده العجينه كويسه. تمام، كده حبيب قلبي بعد ما سبت العجينة ارتاحت شوية، ماما كانت قطعت كده، قرصت كده كام رغيف. تمام، وفردتهم كده زي ما بنفرد العيش العادي بتاعنا. وهي اصلا كانت مجهزة العصاج بتاع اللحمة. يبقى ما شاء الله لما بكون هناك بتكون مجهزة كل حاجة بصراحة. اهو هي كانت مقطعة بصل ودي حتة من اللي هي كده، وحاطة 7 بهارات وفلفل اسمر وملح. تمام، هي حنين كانت طلبت ان هي تاكل حواوشي، فعلشان كده ماما عملتهولها واحنا هناك، مرضتش تزعلها. وحنين برضو اللي كانت طالبة القراقيش، فقالت يلا مش مشكلة. هي مبترضاش تزعلها ابدا، والله بتحبها جدا. تمام فكده بقى كنا سايبين اللحمة بتاعتنا على النار تستوي، وهنشيلها بقى نحطها في العيش بتاعنا. وجربوا بجد مش هتندموا. والله هي عجينة يعني، بصي اي حاجة معاكي حاولي صرفي نفسك كده، يعني مش شرط ان انت عاملة كذا لكذا خلاص، لا عادي، كله بيمشي كله بيمشي. وان شاء الله ما اعمله بطرق تانية كتير اصور واوريكم برضه انا عملته ازاي. يعني في كام طريقة. بجيب العيش جاهز وبعمل عصاج اللحمة وبحطه برضه فيه. يعني ان شاء الله تشوفوا من فيديوهات كتير تكون حلوة وتعجبكم. انا كنت عايزة احط رغيف فوق رغيف، ماما قالت لي لا، اعملي بالطريقة دي احسن، ان لو حد مسكه كده زي السندوتش ان هو يعرف ياكل. تمام، اهو كده حبايب قلبي. اقفليه ما يكونش ليه حرف علشان ما يبقاش ممل في اكله.
يعني ايه حاجة بسيطة كده، يعني يدوبك انا بجيب الحرف على الحرف، يعني مش بيبقى عامل حرف تاني ولا كده. انا كده بعد ما خلصت الكمية اللي كانت عندي اهو، زي ما قلت لكم انا كنت عامل حاجة بسيطة بس علشان افرح حنين بيه. الفرن كنت مولعه قبل ما احط فيه الحواوشي بتاعنا، ان هو يبقى دافي يسخن يعني. وانا كده حطيته اهو. قلت اوريلكوا طول ما هو في الفرن، يعني لما اجي اطلعه برضه اوريكوا شكله بقى عامل ازاي. اه ما شاء الله اللهم بارك، من تحت شكله جميل. بحب السوا بتاعه ايه هادي كده، فاهمين يعني ايه، مش نعلي عليه وخلاص، لان العجينة فيها سمنة وفيها زيت يعني ناعمة. لو نار عالية هيحمر من تحت ومن فوق. بس هيبقى من قلبه عجين، فلازم تكوني مهديله النار وكده. وده مش احسن حاجة انا يعني وانا عاملاه حاجة سريعة كده، فاهمين يا حبايبي، لكن انا بعمله بيبقى احسن من كده بكتير جدا، وان شاء الله هنشوف مع بعض برضو. يا رب وده يكون كده الفيديو بصراحة بتاعنا وكان عجبكم، ما فطار تنسوش أصلا. حبايب قلبي لو الفطار ده كان عجبكم الفيديو الساعة عشرة تحطوا لايك، 11. تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان فكده يوصلكم يعني. كل جديد.